والله تبقى راكب عربيه اكس 6 ب 10 مليون موديل السنه، انت معدي هتلاقي واحد معدي جنبك بلامبرجيني. تبقى عندك 7 شركات هتلاقي واحد واخد في ال7 شركات فند. تبقى عايش في مصر هتلاقي واحد عايش في امريكا. تبقى عندك شقه ملك 200 متر هتلاقي واحد عنده فيلا ستاند الون ب 40 مليون. فانت لو حطيت نفسك في حته المقارنه والضغط بتاع ان انا في حاجه معينه لازم اعملها، الحياه بتبقى بايخه، صح بتبقى سخيفه. انت ملهاش فاهم قصدي؟ لازمة. بتبقى الحياه وحشه. فدي من الحاجات برضو المهمه اللي بحب افكر نفسي بيها، لان انا دايما كنت ببقى مضغوط نفسيا بسبب حاجه زي دي. يعني دي غلطه انا كنت بغلطها. معظم الشباب كده اصلا دلوقتي اه بسبب السوشيال ميديا بقى بالظبط. والضغوطات والكلام ده كله. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده في الحلقه اللي فاتت اصلا. فلان الموضوع موضوع بقى ستريس. وخلي بالك انا مش بشكل او باخر، انت فعلا لفت انتباهي لنقطه مهمه جدا، وهو ان ممكن اكون بشكل او باخر بساهم في ان انا احط ستريس على الشباب، ان هو بس انت ده لازم لا ده شغلك. تبقى. انت اللي انا بيتابعك فاهم، حابب يعمل ده. صح بالظبط. ما هي دي انت اللي النقطه بيجي لك حابب يعمل ده، انما انت ما بالظبط. بتطلعش تقول للناس انت لو يلا مش رائد كله هنا اعمال تبقى وحش. اللي بيتابعك عنده هدف وعنده سعي وعنده حلم